هي المعادن بتيجي منين؟ مفيش حد فينا مش بيستخدم المعادن على مدار الساعة. الموبايل اللي بتشوفني منه ده مليان معادن، والخاتم أو الدبلة اللي في إيديك، ولو بصيت حواليك هتلاقي كل حاجة حواليك معدن أو حتى فيها جزء معدن. طب المعادن دي جت منين؟ وبتتكون إزاي؟ تعالوا نشوف. عندك 3 طرق هما اللي بيكونوا المعادن في الطبيعة. أول واحدة هي سبليميشن أو التسامي، ودي عملية بيتحول فيها الغازات اللي خارجة من البراكين من الحالة الغازية للحالة الصلبة من غير ما تعدي على الحالة السائلة. لما البراكين بتسوق بيطلع منها غازات كتير، والفرق الكبير في الحرارة بين البركان المولع والجو البارد اللي براه بيخلي بعض الغازات دي تتحول لمعادن صلبة بسرعة من غير ما تعدي على الحالة السائلة. أشهر المعادن اللي بتتكون بالطريقة دي هو الكبريت، عشان كده بتلاقي معدن الكبريت كتير في فوهة البراكين وحواليه. تاني طريقة بتكون المعادن هي التبخير، ودي بتحصل لما يكون عندي مية فيها كمية أملاح كبيرة، ومش شرط يكون الملح اللي احنا عارفينه اللي هو كلوريد الصوديوم. لما المية دي تتبخر وتقل، الملح اللي دايب فيها هيبدأ يكون معادن زي الجبس وملح الطعام. الطريقة الثالثة ودي بقى اللي بتكون غالبية المعادن اللي موجودة على الأرض هي طريقة كريستاليزيشن أو البلورة، التبلور، كل دي أسامي تنفع. دي بقى بتحصل لما السوائل اللي شايلة الأيونات والعناصر الكيميائية تبدأ تبرد. السوائل اللي قصدي عليها هنا هي الماجما اللي تحت الأرض، بتكون حرارتها عالية جدا، أما بتتحرك لفوق بتبرد، والعناصر اللي جواها تبدأ تتبلور وتكون صخر ناري. الصخر الناري بيكون عبارة عن معادن متبلورة مع بعضها في نفس الوقت، فالمعادن دي بتاخد شكل المساحة الباقية ليها. الجرانيت مثلا فيه 3 معادن هما الكوارتز والفلزبار والمايكا، بيتبلوروا مع بعض عشان يكونوا الجرانيت. بس لو كل واحد بيتبلور لوحده، الكوارتز شكله هيبقى عامل كده، والفلزبار شكله هيبقى عامل كده، والمايكا شكلها هيبقى عامل كده. بس عشان بيتبلوروا مع بعض في نفس الوقت ونفس المكان، فبياخدوا اي شكل في الزحمة وخلاص. وبتحصل كمان لما الماجما دي تطلع لفوق وتسخن المية الجوفية، فالمية تتحرك لفوق وتدوب في طريقها جزيئات من الصخور اللي بتعدي عليها، ولما تطلع لفوق اكتر هتبرد وتبدأ ترسب الجزيئات دي في صورة بلورات معادن، بيكون ليها اشكال محددة كأن حد ناحتهم. عندك حاجة زي الجلينة بيتبلور على شكل مكعبات دايما. بس ليه؟ ايه اللي بيخليهم ياخدوا الاشكال دي كل مرة؟ الإجابة هتلاقيها جوه كل معدن منهم. كل معدن لما يجي يتبلور ذراته بتترص جنب بعض بنمط متكرر ما بيتغيرش ابدا، عشان ياخد شكل هندسي من ضمن 7 اشكال بيسموهم الفصائل البلورية: المكعبي، الرباعي، المعين القائم، احادي الميل، ثلاثي الميل، السداسي، الثلاثي. في الظروف المثالية لتكوين المعدن واللي هتسمح للمعدن انه ينمو براحته، هتلاقيه متبلور في واحد من ال7 اشكال دول، مش هيطلع عنهم. عندك معدن زي الجلينة مثلا بيتكون من الرصاص والكبريت، لو خد وقته في النمو هتلاقي ان ذرات الرصاص هتترص جنب بعضها ويدخل الكبريت وسطها، وهكذا لحد البلورة ما تكبر وتبقى مكعب زي اللي انت شايفه ده. معدن تاني زي الكوارتز مثلا، بلوراته بتاخد شكل السداسي، يعني ذرات السيليكون والاكسجين هيتحدوا مع بعض على شكل سداسي ويطلعوا البلورة بالشكل ده. وعلى حسب الظروف اللي بيتم فيها التبلور، ممكن المعدن الواحد يتبلور في اكتر من شكل بس من نفس الفصيلة. يعني مثلا الماس معدن من فصيلة المكعبي، بس في درجات الحرارة المنخفضة بيبقى شكله مكعب عادي زي اللي احنا عارفينه، بس بقى في درجات الحرارة العالية بيبقى شكله اوكتاهيدرون او ثماني الاسطح، وده برضه من ضمن اشكال فصيلة المكعبي. والماس على فكرة مستحيل يتبلور في الشكل اللي بنشوفه في المجوهرات، الماس بيتقطع للشكل ده عشان يظهر لمعانه ونقائه. درجة الحرارة هي اللي بتحدد اذا كان المعدن هيتبلور ولا لا. لو المعدن برد بسرعة، الايونات والذرات مش هتلاقي وقت تترص وتكون بلورة، زي صخر البازلت مثلا، رغم انه صخر ناري زي الجرانيت بس مش هنشوف فيه بلورات واضحة عشان بيبرد بسرعة كبيرة، عكس الجرانيت اللي بيبرد براحته. بلورات المعادن بتاعته بتلاقي وقت كافي انها تنمو وبتقدر تشوفها واضحة. برضه ظروف التبلور ممكن تعمل في البلورات حاجة اسمها تويننج او توأمة، ودي ممكن يبقى شكلها كده، بلورتين لامسين بعض، ودي موجودة كتير في الكالسايت. ممكن التوأمة يبقى البلورتين داخلين في بعض بالشكل ده، ودي مشهور بها معدن الاسترولايت. وفي ناس كتير على مستوى العالم بتعتقد ان الكريستال او بلورات المعادن الطبيعية لها تأثير كبير على الصحة النفسية والعقلية، وبتعالج الاكتئاب وبتطلع طاقة علاجية، وبيشتروا البلورات دي بفلوس كتير، والكلام ده ملوش اي اساس علمي واشتغالة كده زي الابراج. ولو طلعت بمعلومة واحدة جديدة انا هكون مبسوط، وما تنساش دول.